عارفة كده لما تعملي وصفة وتطلع حلوة جدا تحفة وفي نفس الوقت هي سهلة وبسيطة جدا. أيوة هي الوصفة دي فراخ محمرة في الفرن. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، يلا نتابع الفيديو للآخر. وما تنسيش لايك وكومنت واشتراك في القناة. ويلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا ناخد الفرخة بتاعتنا، وعايزينها أهم حاجة تكون منفصلة من الظهر. الشكل اللي انتوا هتشوفوه كده، بصوا بالمنظر ده. تمام كده. وبعد كده هاخد الفرخة بتاعتي بعد ما اغسلها كويس، هضيفها في محلول المية. محلول المية ده عبارة عن ايه؟ هنضيف فيها مية، طبعا لازم الفرخة تتغطى تماما. وهنضيف فيها كام حباية من الليمون كده، هعصر المية بتاعته، عصير الليمون يعني. وهضيف معايا معلقة كبيرة من الخل، وكمان معلقة كبيرة من الفلفل الأسود. ليه كل ده؟ بيطلع الزفارة كلها اللي في الفرخة، وكمان بيطلع بقايا الدم والحاجات دي كلها. هبتدي بقى كل وقت والتاني اعمل لها مساج كده طول ما هي في الميه دي. كل وقت والتاني اعمل لها مساج، ليه؟ علشان انزل بقى لو في اي حاجه بقى تنظيف ولا اي حاجه تنزل من الفرخه، عشان في الاخر الفرخه بتاعتي تبقى بالبياض والنظافه اللي انتوا شايفينها كده. بصوا، المحلول ده ما يقلش عن ساعه ان انت تضيفيها فيها. تمام. يعني ساعه او ممكن ازيد من كده، انما اقل من ساعه لا بلاش، عشان تبتدي الفرخه ان هي تنضف كويس. تمام. خلاص نضفنا الفرخه بتاعتنا وهنطلعها دلوقتي من الميه. بصوا كده لو تلاحظوا، بصوا محلول المية بقى لونه عامل ازاي. بصوا كده هناخد الفرخة بعد ما صفيناها تماما من المية. هبتدي انا هتبلها بايه؟ هي ملح وفلفل اسود بس، مش اكتر من كده بس. مش عايزين توابل. هي كده بتبقى في منتهى الجمال. بصوا هبتدي اعمل لها مساج كده من جوه ومن بره بالفلفل والملح. خلاص كده تبلناها. يلا ناخد الفرخة واجيب الصينية. وهعمل ايه؟ هضيف فيها قطعة كبيرة كده من الزبدة. هفردها في الصينية واجيب الفرخة بتاعتي واحطها على الزبدة بالشكل ده. بصوا بقى في كل مكان في الفرخة وصل لي كل حتة من الزبدة. بصوا كلها كلها من جوه ومن بره وفي كل مكان. بصي كده، وكمان تحت الجلد بالمنظر ده ادخل الزبدة من جوه. عارفين الطريقة دي لما تحطي الزبدة تحت الجلد بالمنظر ده، لما تدخليها الفرن بتدي لون رهيب رهيب فوق ما تتخيل. غير كمان ان هو الجلد ده بيقرمش كده، بيبقى طعمه جميل جدا. هتعرفوها قوي قوي الحكاية دي وتحبوها جدا لما تجربوها. صدقوني حاجة في منتهى الجمال وسهلة جدا كمان. المهم في المرحلة دي إن أنا أتأكد إن كل مكان في الفرخة وصلت لي الزبدة كلها فوق وتحت وكل مكان في الفرخة. تمام. بعد ما خلاص ما خلصنا الزبدة بالشكل ده ودهناها كلها، يلا ناخدها على طول وندخلها الفرن. أنا هنا هخلي الفرن بتاعي 200 درجة وهخليها تحت شوية. أما عن وقت التسوية فكل حجم بيختلف عن أي واحدة تانية. يعني أنا عندي الفرخة دي خدت معايا تقريبا ساعة. بس خدي بالك بعد ما بيعدي تقريبا تلت ساعة من الوقت بتبتدي إن انت تشغلي الشواية، بس تخليها هادية. لو ما فيش شواية ما فيش أي مشكلة خالص، خليها زي ما هي في الفرن عادي وبتكمل التسوية بتاعتها. بس كل وقت والتاني أول ما توصل للمرحلة دي ابتدي إن انت تطلعيها وخدي بالمعلقة كده، وارفعي الزبدة اللي هي جانبا ارفعيها فوق الفرخة بتاعتك. طب ليه أنا باعمل المرحلة دي؟ علشان بالطريقة دي بتخلّي الفرخة بتاعتي تاخد لون دهبي كده وجميل، وفي نفس الوقت بتاخد من طعم الزبدة. وبعد ما أخلّص أرجّعها الفرن تاني زي ما كانت. وبعد ما أتأكد إن هي استوت معايا واتحمّرت وخدت اللون الدهبي الجميل ده، خلاص أطلّعها على طول. شايفين كده إيه الطعامة والجمال؟ ما أقولكمش حاجة في منتهى الجمال وسهلة وبسيطة جدًا. ما يستاهلش بقى عليها لايك منكم وكومنت كده حلو؟ يلا بقى نقدمها ونجيب الطبق بتاعنا الجميل ده. وعشان تكملي الطعامة والجمال ده لازم تقدميها مع العيش السوري، بصراحة بتبقى جميلة جدا. بصوا أنا فردت رغيف كده من العيش السوري، وهبتدي إن أنا أحط الفرخة عليه زي ما بنشوف كده في المطاعم، بتبقى حاجة كده في منتهى الجمال والشياكة. يلا وهناخد بقى من حبة الزبدة كده وهرش عليها حاجة بسيطة. بصوا بتلمع وجميلة أوي ازاي. ادي الفرخة القمراية بتاعتنا. يلا بقى هبتدي إن أنا أجيب الشيبس وأحط حواليها بالمنظر ده.
وعشان نكملها صح هنجيب بولة صغيرة كده واحط عليها حبة من المايونيز وحبة من الكاتشب واقلبهم مع بعض، وكده اكون عملت صوص هولنديز. واحط كده في الصينية بتاعتي وارص كمان بقية العيش السوري، لان زي ما قلت لكم هتتاكل بالعيش السوري اكتر، هتحسوا الطعم بتاعها جميل جدا. اتمنى تجربوا طريقة الفراخ المحمرة دي وتقولوا لي ايه رأيكم. باي.